بينتهي أول ماتشات الدوري لنادي الزمالك ضد نادي سيراميكا بفوزنا 2-0 في مباراة هي كانت أداء فيها مقبول. مش هنقيم المدير الفني ولا هينفع نقيم المدير الفني ولا هينفع نقيم الصفقات الجديدة، ولكن في مؤشرات بتدل ان انت ماشي لحد ما في الطريق الصحيح. وبرضه كان الماتش ده فيه حاجات إلى حد ما عجبتناش أكيد كلنا كجمهور نادي الزمالك. خلينا نخش في الموضوع على طول. احنا كسبنا 2-0، بداية مفيش أحسن من كده ضد نادي سيراميكا. وللعلم خلينا نتكلم أو خلينا نبقى متفقين إن نادي سيراميكا هو من الأندية التوب في الدوري المصري. يعني احنا لو بنتكلم في كلاس A فأنت بتتكلم في زمالك وأهلي وبيراميدز. هننزل بقى في كلاس B هتلاقي عندك البنك الأهلي وسيراميكا والمصري. فأنت بتتكلم في فريق يقدر ان هو يضيع عليك دوري عادي جدا، يقدر ان هو يضيع عليك مركز مؤهل لدوري الابطال. فانت زي ما تقول كده خلصت من فريق قوي من انديه التوب. ادائك زي ما قلت لك ما كانش افضل حاجه، ولكن في مؤشرات نقدر نتكلم عليها. خليني بس اقول لك الاول بعض الحاجات اللي ما عجبتنيش في الماتش. هي المسافه اللي ما بين المدافعين ونص الملعب. تحس ان الموضوع مفتوح قوي، وكمان دي زادت اما دونجا طلع. يعني لما كان محمد شحاته جنبيه دونجا فالاتنين كانوا ساندين مع بعض. وبالمناسبه محمد شحاته قدم واحده من اروع ماتشاته اللي ماشي بيها كالعاده بصراحه، يعني اداؤه ممتاز. فالاتنين لما كانوا واقفين جنب بعض الاداء كان الى حد ما في نص الملعب مقبول، والى حد ما كانت المسافات ما بين اللعيبه قريبه. ولكن كمان لما بطلوع دونجا فالمسافات كانت مفتوحه جدا، فبالتالي لعيبه سيراميكا كانت بتلعب بحريه. خلينا متفقين ان سيراميكا النهارده هو اللي كان مستحوذ على الماتش بشكل كبير، او مستحوذ على مجريات المباراه بشكل كبير. والاستحواذ كان معاه لفترات كبيره جدا. الاستحواذ معاه ليه؟ زي ما قلت لك كده المسافات اللي ما بين نص الملعب كبيره جدا. وبالمناسبه لعيبه سيراميكا كانت قادره ان هي تلاقي بعض بشكل بشكل كبير جدا. من النقط الإيجابية ليانيك فيريرا النهاردة هي فكرة إن هو ما تأخرش كتير في التبديلات. يعني هي جت عليك الدقيقة 60 65 الدنيا مش ماشية، ابتدى ينزل اللعيبة خلاص. آدم كايد ومعالي شيكوبينزا لسه لسه الراجل ما خدش على الفريق. ممكن يكون عشان أول مباراة رسمية ليه، ممكن عشان يكون أول مباراة تحت أنظار جمهور الزمالك من الاستاد. الراجل لسه محتاج يشتغل على نفسه إلى حد ما. الراجل ده نقدر نستخدمه في التحولات بشكل كبير جدا سريع، ولكن في كده تصرفات بالكورة تحس ان هو بيلعب بلاي ستيشن. يعني احنا مش هنقيم اللعيب في اول ماتش دي، بس المؤشر بيديك ان هو هيجي منه بشكل كبير جدا. من النقط السلبية اللي انا مش عارف يعني انا الوحيد اللي شايف كده، ولا انتوا شايفين معايا، ولا جمهور الزمالك شايف ايه؟ محمد صبحي يا جدعان، يعني انا مش فاهم محمد صبحي بيلعب ليه. يعني اللي عرفته قبل الماتش بيومين المنتشر على السوشيال ميديا ان لو محمد صبحي هو اللي هيلعب فهو اللي هيلعب بسبب ان هو بيعرف يطلع بالكوره او بيلعب برجليه كويس. هو النهارده محمد صبحي كان بيلعب برجليه كويس؟ يعني هو النهارده محمد صبحي كان قادر ان هو يطلع بالكوره؟ محمد صبحي انا مش عارف بصراحه. مش عايز ابقى متحفز ضده. يعني وجهه نظري اللي انا شايفها بصراحه ان انت لو عندك اجوان فانت عندك عواد اللي خلينا متفقين برضه هو مش في افضل مستوياته. ناهي الموسم اللي فات بمستوى خلينا متفقين هو مزري يعني. وعندك المهدي سليمان. فانا مش عارف بصراحه ايه سر الاصرار على محمد صبحي ان اي مدير فني بيجي من بره ايا كان مين عواد بقى متالق ولا مين متالق دايما بيركب محمد صبحي. مش فاهم بصراحه الراجل ده بيعمل ايه في التدريبات، ولكن في الاول في الاخر ده قرار فني من المدير الفني. ناصر ماهر النهارده دخل جون. ولكن ناصر ماهر بصراحه وجهه نظري ان هو بيفقد 80% من قوته اما بيلعب جناح يمين. لما بيلعب جناح يمين بيفقد كتير قوي من قوته. وكمان اما بيعوز يستلم الكرة هو بيلعب جناح يمين، فبيحاول اول ما بيستلم الكرة بيبقى مستلم الكرة بظهره للملعب، فبيحاول يلف عشان يبقى وشه للملعب. بيضطر ان هو يخش لنص الملعب، فبتضيع وقت كتير قوي. الكرة النهارده يعني هو بعد الجون او قبل الجون اداؤه مش سيء على فكرة، ولكن تحس ان الكرة لازقة في رجله. يعني يا ناصر يا ماهر انت ممكن تسيب نفسك باللي انت بتعمله ده. يعني انت كنت ممكن تقدر تتصرف في الكرة اسرع من كده وتستفاد منها. الكرة بتلزق في رجله بشكل كبير قوي في كور كتير بقى.
ونقطة تانية برضو، انا مش عارف يعني، انا مش جايب كمية المهاجمين دي، انا مش جايب كمية المهاجمين دي عشان في الاخر سيف الدين الجزيري ينزل. بصراحة ده شيء مستفز جدا بالنسبة لي. يعني هو الراجل اصلا، سيبك من الفني، هو عامل مشاكل، مش راضي يخرج. مش راضي يخرج، يعني مش راضي يروح في اي صفقة، مش راضي، وعامل لك مشاكل. فبالتالي انت كنت ممكن تجيب مهاجم سوبر افريقي، هو عقد لك الدنيا. كنت ممكن تخلي احمد الجفالي، خد بالك من النقطة دي، ان انت كنت ممكن تخلي احمد الجفالي لو سيف الدين الجزيري مشي. يعني كان زمان دلوقتي احمد الجفالي هو اللي بيلعب اساسي على فكرة، وينج يمين، وكان يقدر ان هو يسند على الجناح البرازيلي اللي جاي، ويريحه في بعض الماتشات اللي هي الهادية. عامل مشاكل كل ده، في الاخر نزل ولعب. يا جماعة مش قادر يجري، مش قادر يجري بعد الجون الاول اللي دخله ناصر ماهر. مش قادر يجري يدافع، مش قادر يجري يضغط، مش قادر يجري يغطي. فمش عارف يعني، انا جايب عدي الدباغ، الدباغ على كلام الناس ان هو جاهز وعايز يلعب. برضه ده قرار مدير فني، يعني انا ما اقدرش احكم في حاجه ولا بقيم المدير الفني. على فكره انا معجب جدا وشايف ان احنا ماشيين في الطريق الصح، وشايف ان الراجل ده هيقدم معانا شغل كويس جدا. ولكن انت عندك عمرو ناصر، عندك احمد شريف بيلعب مهاجم للعلم، عندك عدي الدباغ. فانت دول وفي الاخر هنزل سيف الدين الجزيري تاني. ناصر منسي النهارده جت عليه الدقيقه 60 61، خلاص ما بقاش قادر يجي. في الاول في الاخر برضو خلينا متفقين ان احنا يا جدعان احنا لسه في اول السيزون. يعني احنا لسه في اول السيزون، لسه اللعيبه ما جابتش التوب فورم بتاعها. فشيء طبيعي ان المعدل البدني يبقى نازل وكذلك الامر في معظم اللعيبه يعني. خلينا نتكلم على ادم كايد. لما نزل تحس ان في لمسه، الراجل شغال، الراجل كويس. هيجي منه بشكل كبير جدا، وجهة نظري بصراحة. يعني أنا شايفه في الكام دقيقة اللي هو نزلهم مؤثر أكتر من شوكوبينز. معالي ما لمس الكورة كتير، بس بانت من اللمسة بتاعت الجون دي اللي اداها سيف الدين الجزيري إن الواد ده لعيب. ومن باب العلم الشيء، الواد ده لسه صغير أصلا. من اللعيبة اللي كانت ممتازة النهاردة عمر جابر، كان مقدم أداء كويس جدا، ومقدم ماتش عمره بنتايج يا جماعة. بنتايج واحد من أفضل اللعيبة، بنتايج مؤثر جدا في اداء نادي الزمالك. وخد بالك، على الجانب الهجومي واللي اكتر منه النهارده على الجانب الدفاعي. على الجانب الدفاعي قدم ماتش جبار. اللاعب اللي نزل ده بتاع سيراميكا اللي اسمه مروان ابو شعر ده، بينتاج حرفيا كان حاطه في جيبه يعني. أه فوز زي ما قلت لك، حاطين على اول الطريق. ان انت تكسب فرقه صعبه زي سيراميكا في اول الدوري. ف... فده بيشيل عليك عبء. ماتش مش عارف، من ضمن ال 20 ماتش اللي احنا هنلعبهم. عندك الماتش الجاي مقاولين يوم السبت. آه، اعتقد ان هو هيبقى اهدى شويه، وكمان الماتش هيبقى في استاد القاهره. خليني كده اعمل معاك حاجه جديده، وان انا اقول لك اخر الفيديو كده ان شاء الله لو هنستمر في فيديوهات عن نادي الزمالك في كل ماتش. اخر الفيديو مش هنقيم، هقول لك على افضل 3 لعيبه في المباراه من وجهه نظري، واسوأ 3 لعيبه. لو انا هقول لك على افضل 3 لعيبه في ماتش النهارده، فهبتدي لك من رقم 3 لرقم 1. في اعتقادي الشخصي عمر التاج وعمر جابر يجي رقم 3 كأحسن لعيب للزمالك النهارده. يجي في المركز الثاني بنتاي. يجي في المركز الأول محمد شحاتة اللي النهارده دخل جون عالمي قوي. دخل جون عالمي قوي والواد في كل حتة في الملعب. يعني أنا كنت متخوف من فكرة إن هو أصلا يطلع في الشوط الثاني، لأن أنت ما كانش عندك في القايمة النهارده غير ستتين، هو محمد شحاتة ودونجا. وكمان محمد شحاتة ما يعتبرش إن هو 6-6 صريح يعني. فدونجا اما خرج وجت الاصابه، اما وقع محمد شحاته، فكنت متخوف جدا ان هو يخرج، بس طلع الواد راجل يعني وسندال بصراحه. فدول ال3 لعيبه اللي كانوا بصراحه افضل 3 لعيبه النهارده في ماتش الزمالك. وعايزك انت برضه تقول لي على افضل 3 لعيبه في الكومنتات في فريقنا. اسوأ 3 لعيبه في اعتقادي الشخصي النهارده كان سيف الدين الجزيري لما نزل كان سيء جدا. شوكوبينزا كان إلى حد ما مش سيء جدا، ولكن يعني شوكوبينزا هو ممكن اللي تقدر تقول إن الراجل ما يتلمش في شيء، لأن هو أول ماتش ليه والجماهير وأول ماتش رسمي ليه، فما تقدرش تقيمه قوي. عبد الله السعيد النهارده قدم ماتش وحش قوي، ولكن برضه في الأول في الآخر ده العامل البدني. عايزك في الكومنتات تقول لي ايه، زي ما قلت لك، ايه افضل 3 لعيبه في الزمالك واسوأ 3 لعيبه النهارده. أه
ما تنساش تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب، مفيش حاجة تاني تتقال، اعتقد ان انا قلت كل حاجة في الماتش. شكرا.